خواتاتي وحباباتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كي راكم دايرين مع رمضان ومع الشقه تاع رمضان والتعب؟ نقول لكم ربي يقدرنا ويقدركم ان شاء الله ويتقبل منا ومنكم. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معاكم هاد الحلوه اللي راكم تشوفوا فيها البريستيج ديليس التمر. تجي بزاف بنينه وتحمر الوجه، ما تامنوش عقلكم، نقول لكم غير جربوها. المقادير: عندنا 125 غرام مارغرين، مغرف ونص سكر، مغرف ونص مكسرات سكر غلاس، عندنا رشه تاع الملح، وعندنا حبه تاع بيض. وهنا عندنا بديل الكاكاو الطبيعي مسحوق الخروب تاع كاريما. المذاق تاعه بزاف بنين، تخدموا به الكاطو، المخبوزات، التحليات. طبيعي 100%، صحاب مفيد بزاف لصحاب السكر والضغط الدموي، غني بالالياف، وصحاب الانيمي. شنقول لكم كامل ومتكامل. في ريسيبيون هنا حطيت 125 غرام مارغرين، قلت لكم تكون بحراره المطبخ. زدت عليها هنايا السكر غلاس تاعنا اللي كنا غربناه، ونطلعهم بالباتر. هنا لكتبوا تخدموا غير ما كانش الباتر، خدموا كل حاجه وحدها، يعني المارغرين مع السكر مع المكسرات، تزيدوا الحبه تاع البيض. ولا كتبوا ديروا بالباتر، خدموا كيما درت انا كل شيء مع بعضه. هنا شوفوا حطيت كاع المقادير وراني نطلع بالباتر، نطلعوا مليح مليح حتى تولي لنا هذيك الحبه تاع البيض، ما توليش تبان لنا في الخليط تاعنا. هاد الكاطو قلت لكم يجي حمر الوجه، كاطو تاع الوراشات، تجي بزاف بنين. ان شاء الله يعجبكم برك وتجربوه في هاد العيد. شوفوا هنايا مره على مره نهود هذوك الاطراف اللي يكونوا في الريسيبيون باه نخلط كل شيء مع بعض. من بعد هنا ندير ندي هنايا بديل الكاكاو تاع كاريما، غادي ندير غير مغرف. هنايا غير مغرف غادي يدي لكم الذوق واللون وتجيكم ما شاء الله، يعني هو اقتصادي، تشري باكيه كيما هكا تشد لك شعال وشعال. وقلت لكم عنده بزاف استخدامات، طيقوا مام تعطوه لولادكم مع الحليب، غني بزاف بالفيتامينات، سورتو الدراري اللي عندهم الانيمي، يعني جربوه وردوا لنا الخبر. شوفوا هنايا خلطت كل شيء مع بعض. من بعد نجي هنايا نبدا نلم بالفارينه. هنا الفارينه عندي تقريبا تدي لي واحد الكاس ونص تاع الفارينه، وكل وحده والفارينه تاعها. كاين الفارينه اللي تشرب، كاين اللي ما تشربش. الحبه تاع البيض اللي خدمتو بها كبيره ولا صغيره، هنا هادو كاع يلعبوا دور. شوفوا هنايا نلم العجينه تاعي. العجينه تاعنا ما نيبسوهاش، نخلوها طريه باه من بعد تجينا العجينه تاعنا هشيشه وخفيفه. نبقى نلم في العجينه تاعي. شوفوا هنايا كاس ما قدنيش، زدت هنايا راني نزيد في النص كاس الزوج غير بالعقل. هذا الكاطو ما فيهش الخماره، ما ديرولهش الخماره. شوفوا هنايا تبقاو تلموا في العجينه تاعكم، غير صدقوني واحد الكاطو يجيكم روعه. شوفوا هنايا يعني ما بقاليش بزاف، درت غير نص كاس ونص تاع الفرينه. العجينه ما تكونش طريه وما تكونش يابسه بزاف. شوفوا هنايا تبقاو تلموا في العجينه تاعكم بلا ما تدلكوها، بلا ما تعجنوها، تحصلوا العجينه تكون طريه. هنا ديت، شوفوا العجينه تاعي كيفاش راهي طريه. انا ديت هاد ليمون اللي راهم طوندونس، يعني تبغوا ديروا اي قالب واحد اخر بغيتوه نتوما، الاوفال ديروا تاع الكاري، المستطيل، كيما بغيتو الشكل اللي بغيتوه يجيكم في كاع الاشكال. هنا انا الليمون تاعي راهم جدد، رشيتهم بشويه بالفرينه، خفتهم لا يلصقوا لي، ونمشي العجينه تاعي داخل المول. المقادير هادو اللي ديتهم لكم يخرجوا لكم حتى ل 18 حبه. شوفوا هنايا نمشي العجينه في المول، هذاك الزايد نقلعه. وهنا ما نديروش العجينه خشينه، ما نديروها رقيقه، نديروها متوسطه باه من بعد ما ملي ياكل الحبه تاع الكاطو ما ياكلش غير لاباط، يبقى ليسباس فيه ديروا لافارس. شوفوا هنايا غادي نكمل نعمر كاع ليمون اللي عندي، من بعد نعاودوا نتلاقاو ونشوفوا الحشو تاع هذا الكاطو. هنا بعد اللي كملت عمرت كامل ليمون تاعي، نخليهم على جهه كما راكم تشوفوا. نجي هنا للحشو. الحشوه عندنا 40 غرام تاع مكسرات، عندنا 25 غرام كريم ليكيد، عندنا 60 غرام تاع المارغرين، 25 غرام سكر، عندنا بيضه، وعندنا 40 غرام تاع التمر اللي كنت قطعته قطع صغيره، ورشه تاع الملح. هنا التمر ممكن تعوضوه بالتمر الغرس، والمكسرات ممكن تعوضوهم بالجلجلان محمص ومطحون، يجيكم تاني شباب بزاف. هنا في الريسيبيون حطيت لافاني ودرت المارغرين ودرت هذاك السكر، ونطلع بالباتر بلا ما ننساو الرشه تاع الملح. نطلعوا مليح مليح بالباتر هذاك السكر والمارغرين، نخدموهم غايه
عاد باه نزيدو الحبة تاع البيض. شوفوا كشغل ندوبو هذاك السكر شويه، وهنا لازم السكر العادي ماشي السكر كلاصي في لافارس. من بعد شندير نزيد هذيك الحبه تاع البيض ونعاود نطلع كل شيء بالباتر. قلت لكم التمر يتمشى بزاف مع اللوز، يتمشى بزاف تاني مع الجلجلان، طيقوا تعوضوا الجلجلان في بلاصه اللوز ولا في بلاصه الجوز كيما بغيتو، كل وحده والمقدور تاعها. والتمر هذاك لا ما كانش متوفر عندكم تاع الحبه، يعني رانا في رمضان كاع البيوت الجزائريه راه فيها التمر. كاين اللي ما يبغيش هذاك التمر هكاك قطع، ديري التمر تاع الغرس اللي نديرو به المقرود عادي. هنا بعد اللي طلعت هذيك المارغرين والبيض والسكر نزيد هذاك التمر اللي كنت قطعته. انا هنايا اختاريت التمر يكون طري، وزدت عليه هذيك لا كريم ليكيد اللي هي 25 غرام اللي تقدروا تعوضوها بالحليب. اللي ما لقاتش لا كريم فريش ديري الحليب. هي بالحليب ما تجيكمش زعما سوا بصح لا غالب دي فوا ما تكونش كاينه. نطلع هنا تاني كلشي بالخلاط. من بعد نزيد هادوك المكسرات. انا هنا استعملت لوز اللي كنت حمص. وهنا تبقاي تطلعي في هذاك الحشو، طلعيه مليح مليح حتى يولي لك شغل الحشوه متجانسه. شوفوا القوام تاعها كيفاش داير. وهذا الحشو يطيب لنا مع لاباط، ما يطيبش وحده ولا حتى طيب لاباط، لازم يطيب لنا مع الحشو. هذه حاجه باينه فيها البيض. نبقى نطلع كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. من بعد نجيب العجينه تاعي نثقبهم بالفرشيطه، غادي حبه نعمرها وحبه نخليها خاويه ندير فيها الحشو الثاني. هذا الكاطو فيه زوج تاع لي فاخس. الاولى غادي نعمر هنايا، نعمرو غير النص ما تعمروهاش للفوق كيما درت انا هنايا كشغل نحكي لكم كيفاش صرات لي. كشغل كي درت لا كونتيتي وليمون صغار جاتني بزاف، قلت انا بين نخليهاش ندير بها، وغادتني بها نقيسها. صافي سيت عمرت لهنا القوالب، وندخلوا الكاطو تاعنا يطيب على 180، نخلوه غير تنشف ان هذيك لافاخت ما تطولش الطياب، نخرجه ونخليه يبرد. هنا شوفوا الكاطو تاعنا بعد اللي طاب، هنا لاباط غير تنشف ونخرجوها ونخلوهم يبردوا. شوفوا القوام تاعهم. وهنايا الزوجه الجهه الزوجه اللي كنا درنا لها لافاخس كما رانا نشوفوا. شوفوا كيفاش طيب لكم لافاخس، تجيكم طريه في نفس الوقت معلكه، القوام تاعها معلك وتجيكم شابه. شوفوا هنا، شوف كي تحطي عليها صبعك كشغل تحسيها مازالها خاصها طيب، بصح هي هذيك هو طيب على خاطرش فيها غير البيض هذاك اللي ينشف، هذا مكان. هنا خليهم يبردوا تماما ونروح نوجد الحشو الثاني. الحشو الثاني ديت هنا شويه تاع القرقاع اللي كنت كسرته غير بالخدمي يعني كونكاسي، درت شويه تاع الفايتين ودرت هنا شويه تاع الملح. هنا الملح ديروا شويه بزياده لخاطر هنايا هاد الكاطو كانت عندي كراميل بير صالي تجيكم خير وخير، خير من الكراميل العاديه. المهم انا هنايا درت غير الكراميل العادي اللي كانت عندي، نخلط نتحصل على حشو يكون يعني كما كنتم تشوفوا ما تكونش جاريه وما تكونش ثقيله بزاف تتكسر لكم الحبه تاع الكاطو، تكون شويه شويه. هنايا جاتني مخصوصه فايتين، زدت لها شويه تاع الفايتين باه تجيني هذيك القرمشه. وهنايا الحشو الثاني نتوما تحكموا فيه، تبغوا ديروا شوكولاته تختيني بالمكسرات كيما بغيتوا. نخلط كل شيء كيما راكم تشوفوا مع بعض. انا زدت شويه تاع الكراميل باه كوميم تجيني شويه كراميل في الحشو تاعنا. ونروح نعمر لي فون تاوعي. من جهه واحده اخرى درت شوكولا الذوب على حمام مائي بالحليب ولا السوداء كيما بغيتوا، يبقى لكم اختيار ليكم. انا هنا غادي ندير شوكولا بالحليب وزدت لها طرف تاع الشيكولا نوار خليتهم يذوبوا. نجي هنا نجيب الحشو تاعي ونعمر الجهه الثانيه تاع الكاطو. شوفوا هكا. ومن بعد نحط فوقها الحبه اللي كنا درنا لها الحشو الاول، فهمتوني؟ تاع الكراميل هي اللي تكون تحت، تبغوا ديروا الكراميل وحده ديروا غير الكراميل وحده ولا النيسلي ولا كيما بغيتوا. نخلي الكاطو تاعي هنا يشد روحه ونروحوا نعاودوا نتلاقاو باه نكلاصوا الكاطو. انا شوفوا ذوبت الشيكولا تاعي، قلت لكم درت شوكولا اولي ودرت معاها شويه شوكولا نوار وخليتهم دابو، زدت لهم شويه تاع الزيت. وهنا نحط على بابي كويسون، من الافضل باه ما تجينيش هذيك الطبقه من الكاطو يعني من تحت تجيني خشينه تاع الشيكولا. نغطي الحبه تاعي، ننفض كامل هذاك الزايد تاع الشيكولا ونحطها على البابي كويسون. تبغوا تغطسوا كاع الحبه
تبغوا تغطسوا غير الوجه. انا ما نبغيش داك الكاطو كاع اللي يجي مغطس في الشيكولا، نبغي نغطس غير الوجه، نكلاصي غير الوجه ونحطها ونخليها تنشف. التزيين هنايا كما شفتوه معايا في بدايه الفيديو، بعد اللي تنشف لي هذيك الشيكولا تاعي ولا هذاك الكلاصاج، نرشها بالسائل ولا بالناكري سائل دوغي، والتزيين يبقى لكم اختياري. ودرت هذاك التزيين اللي شفتوه معايا باه نعرف بلي هذه الحلوى مخدومه بالتمر واللوز وكاع. دوك تشوفوها معانا في الطبق ولا الشكل النهائي تاع الكاطو. الكاطو تاعنا راه واجد، هذا هو الشكل النهائي تاعو. شوفوا هنايا كيفاش درت له هذاك التزيين، درت له هذاك الناكري السائل مع الحبه تاع اللوز مع نص حبه تاع تمر، ودرت لها القرفه تاع النجمه كتزيين. نتوما التزيين يبقى لكم اختياري، كل وحده تزين بالشي اللي بغاتها. تبغي ديري غاناش تاع شوكولا، تبغي ديري باتا سكر، تبغي ديري اي حاجه بغيتيها نتيا، انتي ديري اللمسه تاعك. هنا غادي نقسم معاكم الحبه تاع الكاطو باه تشوفوها كيفاش جاتنا من الداخل، ديك الطراوه والبنه. ما نحكي لكمش، نقول لكم غير جربوا الوصفه وحكموا بنفسكم. شوفوا هنا الشكل تاعها كيفاش تجي. شوفوا هذيك التعليكه تاع الكراميل والقرمشه تاع الفيتين والمكسرات، والحشو الاول يجينا معلك وطري. ما بقى لي غير نقول لكم تفطروا بالصحه، وما تنساوناش تخلونا جيم لا فيديو وبارطاج هكا باه يستفاد الجميع. السلام عليكم، تهلاو في رواحكم.